السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض فاصوليا خضراء طريقة جميلة جدا، وهنعمل فراخ محمرة في الفرن، وهنعمل رز بشعرية، وهنعمل سلطة بلدي. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. تابعوا معايا الفيديو. اول حاجه هنقول بسم الله. انا هنا معايا نص كيلو من الفاصوليا الخضراء، بدات ان انا اغسلها كويس جدا واقطعها بالشكل ده، ومعايا بصلايه متوسطه الحجم مقطعها مكعبات صغيره، ومعايا نص معلقه ثوم مفروم ناعم، ومعايا عصير طماطم، ومعايا صدرين فرخه، ومعايا بصلايه وورق لوري، ونص معلقه فلفل اسود، ونص معلقه كزبره ناشفه للفراخ. ما ننساش نصلي على سيدنا محمد ونقول اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بعد كده هكون مجهزه ميه على البوتاجاز، ابتدي انزل عليها بصدرين الفرخه، وانزل عليها بنص معلقه فلفل اسود، نص معلقه كزبره ناشفه، وننزل عليها بالبصله والورق اللوري، واسيب معايا الفرخه تستلق معايا. بعد كده اكون مجهزه معايا حله على البوتاجاز، وانزل عليها بمعلقه سمنه كبيره، وانزل عليها بالبصله. واول ما البصله بدات تدبل معايا، ابتدي ان انا انزل عليها بنص معلقه ثوم مفروم ناعم واحمرها كويس جدا مع البصله. اول ما الثوم اتحمرت مع البصله بالشكل ده، انزل عليها بعصير الطماطم. بعد كده ابتدي ان انا انزل عليها بالتوابل. معايا مكعب مرقه اللحم، ابتدي انزل عليها بالشكل ده، وانزل عليها بنص معلقه فلفل اسود، نص معلقه كمون، ربع معلقه صغيره من بهارات اللحمه، واسيب الصلصه عندي تتسبك كويس جدا. واول ما الصلصه بدات تتسبك معايا بالشكل ده، نبتدي ان احنا ننزل عليها برشه الملح، ونظبط الملح بتاع صلصه الفاصوليا. بعد كده اكون مجهزه معايا الفاصوليا بالشكل ده، اكون مقطعه عليها قرن فلفل اخضر. وبعد كده ابتدي ان انا انزل بالفاصوليا الخضراء على الصلصه المتسبكه بالشكل ده، واقلبها كويس جدا، واسيب الصلصه تتسبك شويه كمان مع الفاصوليا علشان تخلي الفاصوليا تشرب من الصلصه كويس جدا. واول ما الفاصوليا الخضراء بدات تشرب الصلصه بالشكل ده، ابتدي ان انا انزل عليها بشوربه الفراخ، واسيب الفاصوليا معانا ان هي تستوي بالشكل ده. زي ما حضراتكم شايفين ما شاء الله الفاصوليا جميله ازاي، شايفين لونها جميل ازاي. وبعد كده ابتدي ان انا اجيب الفراخ بعد ما اتسلقت، ابتدي ان انا اجيب معلقتين صلصه طماطم، وابتدي ان انا انزل عليها برشه ملح ورشه فلفل اسود، انزل عليها بمعلقه صغيره من الزيت، وابتدي ان انا ادهن بيها وش الفرخه، وادخلها عندي في الشوايه تاخد معانا اللون الجميل ده. وعملنا مع بعض الرز بالشعريه، وعملت سلطه بلدي. يا رب الفيديو يكون عجبكم، لايك وشير، واشوفكم في فيديو جديد في حفظ الله.